السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحبايبكم بصحة وخير وسعادة. اللهم امين يا رب العالمين. يصلح حالنا وحالكم ويريح بالنا وبالكم ويجعل ايامكم كلها خير وسعادة وبركة، ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم امين. زي ما انتم شايفين الفيديو الجميل ده، لايك وشير للفيديو ويلا ندخل نشوف هنعمل ايه. هنعمل احلى عصير مركز، بسم الله ما شاء الله، بديل قمر الدين، حاجة كده جميلة، حاجة زي العسل، حاجة كلها فوايد. هناخد كده معايا، انا معايا 4 كيلو من البرتقال ومعايا 1.5 كيلو من الجزر. واي كميه بقى انت حابه تعمليها اعمليها، بس هما دول بصراحه انا كنت شارياهم كده 4 كيلو برتقان ب20 جنيه. كنت جايبه الكيلو ب10 جنيه، ب5 جنيه، جبت 4، 2 و2، 2 ب10 و2 ب10. وكمان جبت كيلو ونص جزر كده ما شاء الله، وقشرتهم كده زي ما انتم شايفين كده. هنقشر الجزر الاول علشان نحطه على النار، علشان الجزر هو اللي بياخد معانا وقت كتير، لانه بياخد وقت كتير سوا على البوتاجاز. اما عصير البرتقال ففي ثواني بنعمله، ما بياخدش معانا وقت. كده قشرت الجزر، بس هغسله بقى علشان خاطر بيبقى عليه حاجات ناعمة كده ويطلع معايا حلو كده ونضيفه زي الفل. هقطعه كده، وقبل ما نعملنا البرتقال نعمل الجزر علشان خاطر على ما نعمل البرتقال يكون الجزر بتاعنا استوى. هاقطّعه زي ما أنتِ شايفة كده، اللهم صل على النبي. نحط بقى عليه السكر، هاحط عليه 3 كوبايات من السكر، حابة تحطي 4 حطي، على حسب ما أنتِ حابة، بس أنا حطيت 3 علشان خاطر الكمية بتاعتي ديّة. وبعد كده لو احتجت إن أنا أحط سكر وقت ما باحلّي العصير بتاعي باحط له عادي، ما فيش أي مشاكل. بس السكر ده بيخلّي بقى الجزر بتاعنا مسكّر وزي العسل، وبيخلّي كمان طعم العصير بتاعِك ما شاء الله عليه. طبعًا كُلّنا عارفين فوايد الجزر الكتيرة وكمان فوايد البرتقان الكتيرة. تعالي بقى لمّا يبقى الميكس الجزر مع برتقان، شوفي بقى يعمل معانا أحلى فوايد وأحلى عصير وأطعم عصير. كده حطيت اللهم صل على النبي، حطيت الجزر كده على البوتاجاز، وباقشّر البرتقان بتاعنا. هاخد القشرة الناعمة الحلوة ديّة، مش هاخد الأبيض، أحاول على قد ما أقدر إن أنا أطلّع القشرة الصفرا بس، عشان هنستفاد بيها وهنعمل بيها أحلى الوصفات. وإن شاء الله هنشوف مع بعض هنعمل بيها إيه. زي ما أنتِ شايفة كده هاقشّر بقى كمية البرتقان بتاعتنا كلّها، وهنشوف هيطلع معانا كمية القشر الحلوة ديّة اللي ما تترميش وحرام إن إحنا نرميها. قشّرت البرتقان بتاعنا أهوّة زي ما أنتم شايفين، وطلع منّه الكمية الجميلة الحلوة ديّة. هاخدها كده بقى في صينية وأحطها بقى في الشمس تنشف معايا، وهنشوف هنبقى نعمل بيها إيه بعد كده. آدي البرتقان بتاعنا بنقشّر بقى القشرة اللي هي البيضة ديّة وما بنخلّيش فيه. كل ما بتخلّيش فيه القشرة البيضة ديّة وبتقشّريه نضيف، ما بيطلعش معاكِ أي حاجة بعد كده، وبيبقى سهل عليكِ إن أنتِ تعصريه في المصفى بتاعتِك. الجزر بتاعنا بيغلى على النار، بسم الله ما شاء الله. هاجيب طبق كده وهاشيل الريم اللي على الوش ده. الريم اللي على الوش ده مش من الجزر، الريم اللي على الوش ده من السكر بتاع التموين. عادي ما فيش أي مشاكل، بنلمّه كده وبنسيب الجزر بتاعنا يستوي. بعد كده لو المَيّة اللي على الجزر ديّة نشفت وحبيتِ ولقيتِ الجزر ما استواش، بتحطّي له مَيّة سخنة، ما تحطّيلوش مَيّة ساقعة. كده أمّا قشّرت البرتقان بتاعنا هاقطّعه بقى كده زي ما أنتِ شايفة أهوّة بالسكينة كده، علشان مش أقطّع حبّة، حبّة، لأ أقطّعه كلّه مرّة واحدة علشان ما ياخدش معايا وقت. هاخد كده وأضرب في الخلاط نصفّي بقى العصير بتاعنا. وكل أمّا نعّمتيه معاكِ في الخلاط كل أمّا ما بقاش فيه بواقي يعني وأنتِ بتصفّيه. اللهم صل على النبي. شايفين العصير نازل ناعم إزاي وزي الفل. جبت مصفى كده وحطيتها على طبق بلاستيك أو أي طبق موجود عندِك، وعلشان تصفّي العصير بتاعِك. اللهم صل على النبي. لو وصلتِ معانا لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو. أحلى أخوات في الدنيا كلها، ربنا يبارك لي في عمركم يا رب، ما تحرمش منكم أبدًا ولا من تعليقاتكم الجميلة. دايمًا منورينّي ومشرفينّي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. زي ما أنتِ شايفة كده، طبعًا إحنا إيدينا نضيفة، إيدينا طول اليوم تحت الحنفية، إيدينا طول اليوم في المَيّة، فإن إحنا هنعمل بإيدينا. ما ينفعش بقى الحاجات ديّة بمعلقة والكلام ده كلّه، لأ، تصفّي بإيديكِ كده علشان تطلّعي معاكِ العصير بتاعِك وما يتبقاش منّه أي حاجة. باصفّي كده الأول الكمية اللي معايا، ما شاء الله فضّيت كده زي ما أنتِ شايفة أهوّة في طبق كبير، وبالده اللي هو التِفل فاضل معايا مش هارميه، لأ ده أنا هاجيب كده شوية من المَيّة وهاصفّيه كويس أوي، لإن ده بيبقى فيه حاجات تانية، فيه عصير تاني، فلازم إن إحنا نستفاد منّه. ما ينفعش إن أنا بعد ما أصفّي كده أول مرّة أرميه، لأ. أجيب كده شوية من المَيّة وأعصره جامد أوي زي ما أنتِ شايفة كده. هيطلع معاكِ شايفين، مش هيطلع معانا حاجة، هيطلع معانا حاجة ما تُذكرش.
شايفة يعني أدي اللي طلع معايا من العصير البرتقان بتاعي من ال4 كيلو دُولة اللي طلعوا معايا شوية التفل دُولة، ومعايا أحلى عصير مركّز تقيل وجميل وزي الفل، لإن أنا ما حطيتش مَيّة كتير عشان أنا مش عايزة أحط مَيّة كتير، بعد كده بقى لمّا آجي أستعمله هابقى أزوّد مَيّة زي ما أنا حابة. اللهم صل على النبي، كده الجزر بتاعنا لقيته ما استواش، سِبته كمان شوية على النار، وبصراحة هو احتاج مَيّة، زوّدته مَيّة باردة ما زوّدتوش مَيّة زوّدته مَيّة سخنة ما زوّدتوش مَيّة باردة، عشان المَيّة الباردة ما توقّفش السِوَى بتاعه زوّديه مَيّة سخنة. لقيت الجزر بتاعي كده استوى، هاخده بقى كده على أحطه كده على البلكونة لحد أمّا يبرد كده، وبعد كده أضربه في الخلاط. الجزر لمّا بتسويه كويس مش هيطلع معاكِ أي حاجة إن أنتِ تلاقيها تترمي من الجزر. كل أمّا سويتِ الجزر معاكِ، كل أمّا بقى معاكِ ناعم، مش هتلاقي فيه أي حاجة بواقي في المصفى بتاعتِك. زي ما أنتِ شايفة كده واضربه كويس أوي، وهنصفّي بقى الجزر بتاعنا وهنشوف هيفضل معانا منّه إيه، وهنرمي منّه إيه، وإيه اللي هيتهدر مننا. إن شاء الله ما فيش أي حاجة تتهدر مننا، وإن شاء الله ما فيش أي حاجة تترمي. إحنا في أيام صعبة وما ينفعش إن إحنا نرمي أي حاجة، وكل أمّا سوّيتيه كويس كل أمّا ادّاكِ النتيجة الحلوة ديّة. بسم الله ما شاء الله مربّة جزر ما شاء الله. شايفين أنا صفّيت الجزر بتاعنا ما طلعش منّه أي حاجة، أي حاجة كده ما طلعتش منّه. بسم الله ما شاء الله زي ما أنتِ شايفة بالطريقة دي. هاخد بقى كده العصير بتاعنا الحلو الجميل ده، عصير الجزر المركّز الحلو ده، هنعمل فيه إيه بقى، هنضيفه على عصير البرتقان بتاعنا. زي ما أنتِ شايفة كده ورّيتِك المصفى بتاعتي ما طلعش فيها أي حاجة، شايفين شوية مَيّة كده ما فيش أي بواقي ولا أي حاجة طلعت منه. هافضّي بقى العصير ده على ده كده وأقلِّب بقى أحلى كوكتيل، أحلى عصير، أحلى فوايد، أحلى حاجة مغذية تشربيها كده في رمضان. بسم الله ما شاء الله. هاقلّبه كويس عشان العصير كلّه يبقى زي بعضه، وعلشان يبقى ما شاء الله عليه كلّه مركّز وكلّه فوايد. ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يجعلها أيام خير وأيام بركة علينا وعليكم وعلى أمة لا إله إلا الله. زي ما أنتِ شايفة كده طلع معايا أحلى شوية عصير ما شاء الله، السمك بتاعه جميل إزاي. أنا مش هاخفّه مَيّة ولا أي حاجة، أنا هاعبّيه كده، ولمّا آجي أطلّع منّه بقى اللي هاطلّعه أبقى أزوّد زي ما أنا حابة. بسم الله ما شاء الله. عبّي بقى الكمية اللي أنتِ حاباها، حابة تزوّدي أكتر من كده حُطّي، حابة تحُطّي الكمية اللي أنا حاطاها ديّة حُطّي. أنا جِبت اللي هو الكوز بتاعنا كده وحطّيت فيه الكيس، نزلت كده المقدار اللي أنا عايزاه. الكيس معايا ما شاء الله نضيف وزي الفل، لإنه طبعًا ما وقعتش حاجة عليه ومش هاغسلهم. الأكياس هتبقى معايا زي الفل. ليه؟ علشان أنا باعبّي صح. قافلة الكيس كده على الكوز بتاعنا، وكمان حاطة الكوز اللي فيه الكيس جنب الطبق اللي أنا باعبّي منه، علشان كده ما ادّيتش فرصة إن أي حاجة تقع على الأكياس وبعد كده أرجع أغسلها والكلام ده كلّه. لأ، الأكياس بتاعتي نضيفة وزي الفل ما شاء الله. مش محتاجة تتغسل، مش محتاجة أي حاجة. هاعبّيهم كُلّك بقى كده وهنشوف هنعمل إيه. عبّيت الأكياس بتاعتي، فاضل معايا زي ما أنتِ شايفة كده حاجة بسيطة خالص أهي، حطيت عليها كده شوية صغيّرين من المَيّة علشان ألِم اللي في الطبق بتاعي، وطلع معايا ما شاء الله. أنا دُقته لقيته بصراحة مش محتاج سُكّر، لقيت السُكّر بتاعه حلو. لو أنتِ حابة بقى تزوّدي سُكّر أكتر من كده ابقي زوّدي له سُكّر. شايفين الكمية الجميلة ديّة، بسم الله ما شاء الله، حاجة زي العسل. تكفّيكِ كتير، والكيس من ده بيفرق معاكِ يعني بسم الله ما شاء الله. لمّا تيجي تخفّيه بعد كده بيدّيكِ كمية كبيرة. أتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو. ربنا يبارك لي في عمركم، أحلى أخوات في الدنيا كلّها.